هلا بيكم فيديو جديد. طبعا اشوف هواي ناس يقول لك البي ام افشل سيارة، البي ام مشاكلها هواية، البي ام مصايبها هواية. هاي السيارة انا اخذتها قبل فترة، والله العظيم اخذتها غير كانت بالقوة تمشي، السيارة كلش تعبانة. طبعا السيارة مثل ما تشوفون بيها بادي دامج اللي هو وين يصير عندنا الشاملغ هذا مضروب من هنا بضربة، البنيد مفعص شوية وهاي من هناك مفعصة. فشنو السيارة كانت ما تمشي، ويحجون على البي ام يقول لك البي ام تعبانه والبي ام زباله والبي ام. طبعا اخي انت لا تمشي السياره 150 و200 الف وهاي الكيلومترات والمايلات اللي تمشيها وما تسوي لها صيانه، اي سياره بالعالم اي شيء بالكون يخرب، ماكو شيء لازم شيء يصير له صيانه. خذت هاي السياره والله كانت بالقوه تمشي، يعني حتى الفيديو نزلته مره عليها بالقوه تمشي السياره، تعبانه ماكو تسحل بروحها سحل. اول شغله سويتها جبتها للسياره بدلت الدهن مالتها، بدلت الدهن مالتها السياره اختلفت. هاي اول شغله سويتها. الشغله الثانيه سويتها السياره كانت تاخير. طبعا البي ام دبليو معظمهن بيهن شغله الدهن مال الجير هو شو يسموه لايف وارنتي، يعني ما يتغير نهائيا. غيرت اني الدهن مالتها لانه شنو الدهن بصراحه السياره ماشيه 150 الف في السياره وما بدل الدهن مالتها مال الجير، فبدلت الدهن مال الجير مالتها. السياره تبديلتها صارت تختلف، يعني شنو صارت السياره 360 درجه تختلف. بدلت الدهن مال المحرك، حطيت لها الدهن المطلوب او الدهن اللي مثل ما يقولون يعني شلون ريكومندد الشركه تنصح به، اللي هو هذا. خلي اوريكم على القبغ. طبعا هذا الدهن مال البي ام تحطه، لازم لو تاخذه بي ام دبليو هاي برفورمانس، او اكو مرات شركات اللي هي تسوي، يعني اكو شركات تسوي يسموه افتر ماركت او فتشي، يعني دهن مو شلون نقول طبق الاصل. فاول شيء كان حاط لها دهن زباله. الشغله الثانيه الدهن الحاطي بالسياره مقبطين السياره دهن، حاطين لها دهن اكثر من الزايد. شو مسوي بالسياره؟ مخلي السياره تليق دهن، لانه دهن كوم حاطين لها اكثر من اللي تستحق السياره. ف شوف السياره ايش صاير بيها، لا قبغات، جاي هنا محاول يصلح بيها ما ادري شو مسوي بيها، مخربطها للسياره. المي مالتها كان حاط لها مي، شنو المي حاط لها مفولها مي وما عارف يحط لها مي، فايش صاير؟ طاق المي كله طالع منها. شوفوا صونده هاي شلون مخليها غلط. فالسياره شلون تشتغل، شلون تعيش اي سياره لو زبالها ما تشتغل الا السياره صيانه، تبدل دهن، تبدل قوايش، تبدل صخام. انت للسياره تجي كش ما تسوي لها ويجي يطلع لك فيديوهات يحكوا لك البي ام وسياره تعبانه وسياره ما تفيد وسياره ما ادري ايش بيها. يا اخي اصرف لها، حط لها قايش، حط لها دهن براسه خير، حط لها شيء. اي سياره تسوي لها صيانه تمشي ياك تجر ياك عدل، مو تجي انت للسياره كل شيء ماكو، كل شيء ما تحط لها، كل شيء ما تصرف لها. وعلى ها السياره ليش ما تشتغل؟ السياره والله خربت، الديسكات مالتها يحكن كل شيء ما حط لها الديسكات. هذا اللي اشتريتها من عنداني ديسكاتها منتهيه. والسياره مشغله سنسر، هاي السياره السنسر اذا اشتغل اكثر من 3 مرات 4 مرات والديسك يحك بعد هاي راد لك شنو راد لك شو يسموه، راد لك تشتري سنسر جديد، لانه هذا التاير مالتها، هذا الويل مالتها هنا بيه سنسرات، اذا الديسك محكوك فد مره بعد شنو، بعد راد لك انت سنسر جديد. سياره حلوه ونظيفه تخبل، هذا كان مخربها لاعب بيها خلقه، ما مسوي لها كل شيء، دهن مبدلها، مي حاط لها ما ادري شلون. فهسه السياره بدلنا لها الامور وحطلعكم بيها هسه وشوفوها شلون نشطه ما شاء الله. خليكم وياي نشغلها هسه ونشوف شلون صارت. هذا الدهن اللي احط له البي ام اني هو هذا كاسترو. هذا شنو هذا مال السيارات الالمانيه، هذا نوعيه الدهن كل زينه. هسه حط لكم بالسياره وخلينا نشوف السياره شلون صارت. هسه نشغل السياره، وريتكم الدهن اللي تريدوا تستخدموه لازم تستخدموه. السياره الرون مالتها
حالتها صافي. طبعا هاي السنسرات اللي تشوفوها لانه شنو؟ لانه لا البريك مغيره لا الصخام مغيره، فطبعا هذا مال المي مشتغل، مو لانه السياره مقلله مي او شيء، لا السنسر لانه حاط الصونده غلط، فالسياره ما تقرا. يعني هواي مشاكل، بس هي كلها سببها انه عدم العنايه بالسياره. هسه راح نطلع بيها، حشوفكم اياها شلون حلوه السياره سريعه. هذا ال 300 هو من انجح البي امات، سياره عمليه كلش عمليه، وبنزينها صرفها زين، وسياره يعني محترمه صدق محترمه. ف لازم الواحد يعني يهتم سيارته، دهن يدير باله عليها، الديسكات اذا طلع اصوات طلع شيء، لازم الواحد يدير باله على سيارته، مو يجي بس يحكي على السياره مو زينه ومو خوش سيارات وما ادري شنو. لا اخوي، انت اول شيء اهتم بسيارتك. يعني السياره كانت والله شلعه، ما بيها شلعه ماكو. الدهن مال الجير كانت التنميره مال الجير تعلي وتنصي الران والدنيا محترقه. بس شلون حلوه. صافية وهادية وكل شي ما بيها، لأنه واحد لازم يهتم بسيارته. الشغلات مرات بسيطة هي اللي تدمر السيارة. المهم هذا فيديو اليوم بسيط، حبيت أشرح لكم عن الدهن مال السيارة ولازم تبدله. شوفكم الفيديو الجاي وبيس.